يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. شباب، اليوم فيديو يتضمن عن البلبل العراقي وكيف معرفة الفحل عن النثية. شباب، دائما النثية تكون جسمها يصير مو مثل الفحل. دائما شوف هسه هذا النثية، شوفوا شباب ان شاء الله، حاول اصوركم وياه اكثر. تصير شو تصير؟ شوف، ناعمة مو خشنة مثل البلبل، العفو، مثل الفحل. الفحل يصير اخشن، وهسه راح اصور لكم الفحل. شوف هسه هاي، وشوف هسه هذا. طبعا هذا اثنين النثاية، وهذا صقص وهاي سنبل. اي شوفوا، تصير دائما شنو ضعيفة، مو مثل الفحل. وهسه ان شاء الله انا وياكم نشوف الفحل. شوف الفحل، شوف ما شاء الله. شوف الفحل، هذا الفحل. شوف الفحل شلون يصير على الخشونة مالته، ويصير وكح كلش. شوف كتفه يصير كبير، منقاري يصير صغير، ذيله يصير اخشن من ذيل النثية دائما. واما بالنسبة للتغريد، لا، التغريد الفحل والنثية دائما هن يغردن. هسه انا عنده هذا الملابل ذنيتشه عادي يغردن، بس هذا اذا نريد نعرف الفحل عن النثية، شوف ما شاء الله، شوف الخشونة مالته، شوف. والنثاية ذنيك الزوج شفتوهن؟ لا، تصير انعم، ودائما الخدين البياض مالهن يصير اوسع، والمنقار مالهن دائما يصير صغير، يعني مو كلش بالصغير، بس يعني شوف بي فرق هواي عن، او بسيط شوية عن النثية. شوف هسه ما شاء الله الخشونة مالته، ولو هو التصوير ظالمة، بس حبيت يعني نبذة عن البلبل العراقي وما يخص البلبل العراقي عن الفحل والنثية. وشباب، اي استفسار انا حاضر ان شاء الله. تريد تدز لي الصور اميز لك عن الفحل عن النثية او شي شو تحب، راسلني وان شاء الله اجاوبك. سلام للجميع.